أجل بداية المظاهرات في مدينة الناظور، حيث قدم المتظاهرون على تحييد سيارات المخزن، وقاموا بنداء إلى باقي المحافظات أو الولايات المغربية. خوتنا في الناظور، نحن معكم سلمية ولا غير سلمية. حيدر غادي نتخم عليك حيدر. خوتك ولاد الناظور طاحوا فيك، ما نعاودش لك على الكرام اللي غادي يكرموك. تعرفوها تاع الروينه والبلباله. ونايضه قورين ما والو الحمد لله. حنا راه داخلين نضربوها دوره، قلنا لك راه غادي نبرزقنا بفلوسنا، النص غادي تما يضربها دوره. واش فهمتوا؟ وبغينا ندورو نمشيو نتبحروا تما في السبته ديالنا، وحنا ما كندخلوش ليها. ياكشي الدخله اللي داروا سنتهم لي ياك كنتسناو غير اوكي. والله يا خويا الا كنتسناو غير الفوفات من عند الملك ديالنا يقول لنا سيروا جيبوا لنا تندوفو بالشهر. هذيك الدخله اللي درنا نثبتهم ليا غادي نديروها في 1000 ولا 2000 في 1000 مره. غنعاودوا لكم شي مسيره خضراء جهه الشرق. نهضر معك الرجوله، المغرب الحمد لله فيه خير موجود. دخلنا لسبته بلاد الجوع والنار، جبرنا غير الحقره كاين 10 دراهم اورو، والله ينصر سيدنا. احنا رجعنا احسن بلاد هو المغرب، احسن بلاد هو المغرب. كلوا 70 درهم كلوا وكل وبنادم كلكم ميره ب 10 دراهم. الله يطيرني. راك شتي دابا الناس راه مشاو يجيبوا غير دويره، بغاو يجربوا البحر في سبته كيفاش داير. راه جربوه، مشاو يشوفوا يقول لهم فوالا هاد السبته هادي راه وقت ما بغينا ندخلوا لها راه ندخلوا لها، نتسناو هاد الدور الخضر. لا هذاك المخطط اللي كانوا راسمينو دابا في الجزائر ديال حكا غادي نلعبوا على هاد الورقه ديال الهجره، وغادي نحاولوا نوسعوا الفجوه ما بين الملك وما بين الشعب المغربي، وغادي نديروا لهم البلباله. داكشي كامل تضرب في الزيرو. وزاد كملها لهم ترامب من ملي كان قيد معاك الولايات المتحده. واضحه، نحن نعترف بسياده المغرب على الصحراء الغربيه. هذا الشيء تصريح ديال ترامب. زيد عندك سيدي، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتواصل إلى حل عادل ودائم. رفعوا راسنا شوية، واش حنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ وأي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع قائم هو أمر غير مقبول، يعني مرفوض. يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن. زيدك، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الملف. والسماع والطاعة للأمم المتحدة، القوانين الدولية. نعم، الأمم المتحدة. ملي كيجيو ناس اللي عندهم القرار في العالم وعندهم الباور فيقدروا ينهيو الملف بين ليلة وضحاها. وهذا الشيء اللي غادي يدير ترامب، وغادي يقول لهم شو هذيك الخيمات وداك الشيء القياطن اللي كنتو دايرين ليا تما، سالات استراحه، يلا جمع قشك على قلب جواك. سالات استراحه. يلا قشمكم اولدي قشمكم. يلا ما تنساوش تيستيو معنا ديك لايك، شوفوا واش خدامه هي، وديك سبسكرايب وشي جادور، ومشينا. ان الجزائر فتحت المركز الثقافي الجزائري في القاهره، وهو مركز مشبوه ان هو بيدار من المخابرات الجزائريه، وقلت لك انه بيدوا فلوس لاعلاميين في مصر. وشاهد شاهد من اهلها. شي دابا هاد الشهاده نفسها نقولوها احنا المغاربه راه ما تبقاش عندها مصداقيه، وتنوليو حنا منحازين وتنوليو كذا. ولكن ملي تيقولها مصري من مصر راه هو بفمو قال لك بان الجزائريين تيخلصوا بعض الذباب الالكتروني، بعض المرات كيخلصوا كاع بعض المؤثرين باش كيعطاكم المغرب. ماشي حنا اللي قلنا، واش انا قلت شي حاجه؟ هما اللي قالوا. غادي نقول لكم هاد البلاد ما بقى فيها والو، ماشي راه مليح كيضروك. هاد البلاد ما بقى فيها والو، انت جزائريه وهذا راه المغرب. الجزائر قول لهم اصبر خليها. انت شو صاحبي على قوم وناري على راه ما كذباتش السعوديه ملي فرضات عليهم شهاده السلامه العقليه. راه ما كيديروش هادشي غير في المغرب، راه حتى في تونس مشاو وتلقاهم وسط مظاهرات ديال تونس شأن داخلي وتقولوا لهم هاد البلاد اللي ما عطاتنا والو، وهذا النظام ما عطانا والو. وانت جزائري سير عند تبوني عطاك اصاحبي. واش هادي جزائريه في المغرب قلت لك البلاد ما فيها والو، البلاد ما عاطينا والو، اش غتعطيك؟ راه مني ما عطاتكش نيت، راه هاد البلاد راه والو، خاصها تعطيك علاش جاي لهاد البلاد اللي ما غاديش تعطيك؟
سير هادشي نقري حياتك. سويسريه قالت لواحد الجزائريه راه بلادكم خير من بلادنا، الجزائر خير من سويسرا. جاتني سفيرة لا سويس وقالت لي بلادكم خير من بلادنا. جاتني سفيرة سويسرا. والله وسيري ديرك شي يجيك الملال وقفي لك فشي طابور ديال شكاره حليب ولا زيت جاي لاصقه لينا حنايا هنايا. جريمة مدبرة، الجريمة مركبة متكاملة الخيوط المؤامرة. نعم، أنه عناصر الجيش بناء على تعليمات لا ندري هل من الملك أو من رئيس الحكومة أو من أطراف أمنية أو كذا، هي التي سهلت لهذا العدد الكبير الآلاف من الوصول إلى الحدود البحرية مع سبتة والدخول. دابا راه النص فيكم تيقول لنا هروب جماعي، النص فيكم تيقول لنا مؤامرة، وانتوما زعما كلكم فاهمين، نتوما كلكم فاهمين القوالب ديال المغرب. خرجوا لنا بشي تحديد، تفهموا على كلمة واحدة. هروب جماعي من المغرب، هروب يعني ماشي 1000، ماشي 2000، ماشي 3000، ماشي 4000، ماشي 5000، مش 10000، مش 20000. الأرقام مرعبة، راهي أكثر من 40000 يعني اللي وصلت فعليا إلى سبتة. وهذا الباكستاني هادشي ما خصنيش نسمعو من واحد جا الشاعري ما لاقيش بنوه، ما لاقيش شكاره حليب، ما لاقيش شكاره زيت. ما خصوش يعلق على حتى شي قضيه في العالم، ماشي غير في المغرب، في العالم خصو يزم. راه كاينين اراء في اسبانيا تيقولوا لهم بان المغاربه راه عايشين احسن من الاسبانيول اللي جا. راه بانوا لهم ناس داخلين تليفونات بدي ساكادو غاليين، هادو اسبانيين، ولكن واخا هكاك راه اسبانيا عدو عاقل، فهمتي، تلقى عندهم شويه ديال اللوجيك ماشي بحال الجزائريين. نو بيناتنا برك نحكيو الصح ولا نكذبوا، باسكو حنا نحبوا نكذبوا. بلاد نصها شاعل، ناس تستغيث من الشرق حتى البلاد القبائل. بلاد ما عندناش فيها الضوء، ما عندناش فيها الماء. الشعب يستغيث، الشعب ولا يخاف يهضر ولا يخاف يكومونتار. لازم انتنا نديرو حزب. اش نديرو خويا؟ لا نملك لكم الا الدعاء. في هذه القناه راه كنوعيو ما يمكن توعيته والباقي راه عليكم اخويا شي ثوره تكون مزيانه، نوروا الراي العام، حيت هما مساكن الاعلاميين ديالهم راه كيتناولوا غير المغرب، ما تعرفوا حتى حاجه على الجزائر. المهم للاسف كانوا عاوتاني بعض الضحايا، ما عرفتش شحال من قاتل في هذا الحادث. شي حافله عاوتاني توفاو بسبب غياب لي بنو، ما كاينينش البنوات، ما كاينينش، راه كيخيطوهم. نترحموا عليهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم. يضافوا هاد الوفيات والضحايا لهذوك اللي كانوا مساكن ماتوا في الواد الحار. ولكن الحمد لله عبد المجيد تبون قام باللي عليه، هو انه عزاهم. اش كنتو كتسناو زعما يلقى الحل؟ لا تعزي هو. ما هو العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانت تقلهم هذه الحافلة؟ اطرحي هذا السؤال على النقيب. معكم في المحل ولا؟ نعم. هما كم عدد الأشخاص الذين كانوا في الحافلة يعني؟ لا، بالنسبة للحمل مصالح الحماية المدنية أحصت عدد المصابين والذي تمثل فيه 44 مصاب. أما بالنسبة للوفاة كانت هناك 25 حالة وفاة. كنسمع بوني في بعض المرات تقول لنا هذه حرب إعلامية مع المروك، هذه حرب إعلامية مع المغرب. واش هذا هو الإعلام؟ دير مع ابل. نقول لك راه لا حول ولا قوه الا بالله. فهمتي يا خويا ما فهمتيش؟